بونجور للجميع. حابة أحكي عن موضوع اليوم الشاغل لبنان وشاغل العالم كله، النزوح السوري. مع احترامي للعالم كله، هلا بدي يقولوا عنصرية، يقولوا شو ما يقولوا، ما بقى تفرق معنا. نحن معلش استقبلناكم من 2011 الحرب بسوريا، جبناكم حطيناكم، فوتناكم على البلد، كنتوا بال500,000 صرتوا بالمليون، على راسي وعيني. بس هلأ لبنان صار فيه أزمة، خلص. عندكن انتو الحرب خلصت، عم نشوف هوا ما شفنا على التلفزيونات. العيد الفطر اسم الله الصالات مفاولة، حفلات الرقص، مطربين لبنان كلهم عم بيطلعوا صاروا يغنوا بسوريا. ما عندكن حرب، ما عندكن شي. بعدين بتعملوا لي حجة ما في مطرح الواحد يعيش. المخيمات اللي حاطينها بلبنان وعلى أراضي لبنان وعلى أنهر لبنان، واللي دايرين لي المجارير تبعيتكن عليها، روحوا اعملوها بمخيمات بسوريا. سوريا مساحتها واسعة وكبيرة، ليش معلقين على بلد لبنان؟ ولا كرمال الأمم، لأنه الأمم عم تدفع لكم وبتعطيكم دولار فرش دولار، اللي بياخد 200 واللي بياخد 300، وكل ما خلفت ولد بتاخد عليها زيادة. بعدين أنا ما بفهم إنسان نازح وهربان من الحرب كل سنة ولد، ولد عقيدة، ولد ببطنه، ولد بإجرة. بعدين خلف تخليف تخليف تخليف، صاروا رح نصيروا أكتر من اللبناني. نحن اللبناني طلعنا ولا نزلنا 4 مليون نسمة متوزعين، هن صاروا مليونين بس موجودين بلبنان، يعني أكتر من اللبنانية. بعدين اقدر روح خد استأجر بيت بلبنان. انا عندي قرابتي شخص بده يستأجر بيت، إله السنة عم يبرم ما بلاقي بيت. طب وبعدين مستحلين البيوت كلها. عدا عن هيك شغل بيقولوا لك بالزراعة وبالبناء، اي زراعة واي بناء؟ صار في دكاترة، وصار في محلات، وصار في مولات، وصار في ممرضين، صاروا بكل المحلات. واما بتروح سوري محلات التياب سورية، ومحلات المطاعم كلها سورية. اللبناني وين بده يشتغل؟ يعني انا بشغل السوري وبشغل المصري وبشغل الفلبيني وبشغل الهندي، ولبناني قاعد ميت من الجوع؟ على اي اساس هذا اللي عم بيصير؟ وين الدولة؟ وين التخطيط؟ اي دولة بالعالم بتأمن مواطنينا بالاول، بعدين بتفكر بالغريب، تصير تستورد غريب؟ لا، نحن مستوردين الغرباء، عم نشغلهم وبنعطيهم وبندفع لهم معاشات بالدولار، واللبناني ميت من الجوع. تيجي بتعطي لي اللبناني 100 دولار بالشهر؟ 9 مليون 10 مليون، شو بيعملوا له ال10 مليون؟ شو بيعملوا له؟ ما تاخذني السريلانكية اللي عم بتنظف لي البيت عم تاخذ 200 و 300 دولار بالشهر، وانا قاعد عايش بعدك انت. بعدين اجا رئيس الحكومة عمل هيدي شغلة البلديات، انه لازم يعرفوا وين ساكنين ويعملوا لهم عقود اجار، ويكون عندهم شي قانوني. واللي مش عنده ورق يترحل، قاموا عليه. لا ان حل الموضوع بيعجبكن، ولا ان ما حلش الموضوع بيعجبكن. طب شو بدكن؟ انتوا شو بدكن يا لبنانية؟ بتضلكن تبعصوا ببعض وتنكزوا ببعض وبتكرهوا بعض وبتحبوا الغريب على حالكن وعلى الناس وعلى اللبنانية. وبعدين انا بعرف عالم كتير عم بيشيلوا اللبناني من بيته وعم يحطوا اجره سوري محله لانه عم يدفع اكتر. طب السوري الامم بتعطيه وبيجي من هون ومن هون وعم يشتغل، واللبناني وين بده يجيب؟ لبنان وين بيعيش؟ رجعوا شوفوا الصورة، صارت أغلبية العائلات اللبنانية عم تفرش على الصورة وعم بتنام. وبعدين هيدا بدنا نفهم البلد لإلنا ولا للسوري؟ إذا للسوري لنفهم شو بدنا نعمل. قد اللبنانية يا يشيلوا جنسيتهم أو يروحوا يتنازلوا عن هالجنسية، ياخدوا جنسية تانية ويعيشوا بسلام وبأمان بقى. وإذا للبنانية لنعرف كيف بدنا نعيش. هالمخيمات المنتشرة والفلتانة على اللبناني كله، شيلوهم حطوهم عندن بسوريا. المصاري اللي عم تنبعت للنازحين بينبعتوا على سوريا. ما بيصير شي، بتخففوا ضغط على الأرض. بعدين الكهرباء، كهرباء لبنان ما بقى تحمل. أنا ليش اللبناني بده يجي لعندي ساعة وساعتين كهرباء وعم بيروح نصها للسوري وللغريب، وأنا فيي اجيني الكهرباء 10 ساعات؟ المي
انا ليه ببلد المي بدي اشتري بدي اشتري ساترن مي على اي اساس وانا بلد المي؟ لانه انا المي مخصصة عندي ل 3 4 مليون، مش مخصصة ل 7 و8 و9 و10 مليون. في تخطيط، بدكم تعملوا تخطيط. رجال الدولة كلها بدهم يقفوا مع بعضهم ايد وحدة، تخطيط لهي الموضوع وتنظيم. السوري النظامي واللي عم يشتغل يا خي يحطوا 500 ألف سوري بلبنان منيح، بس مليونين وكل سنة عم بيزيدوا تخليف رح يصيروا أكتر من يعني بعد شوي رح يصيروا اللبنانية قاعدين عند السورية، بعد شوي بدنا نقول اللبنانية قاعدين عند السورية، مش السورية قاعدين عند اللبنانية. خلص لهون وبس، خلصنا بقى.